النهارده بعد الهدف. الحمد لله حميدة على الجون والمكسب ده طبعا. فرقتين بفرقه كويسه، لكن احنا كنا مركزين وكان هدفنا الفوز ونعمل نتيجه كويسه ونبعت رساله زي ما بقول الكابتن، نبعت رساله للفرق اللي هنقابلها في المجموعه الثانيه. الحمد لله كرم من عند ربنا احنا كسبنا وكسبنا مكسب كويس. بس انت فايق النهارده سيد؟ الحمد لله. لما يمكن الواحد مركز شويه ان هو يعمل حاجه بقاله فتره ما بداش، والواحد في كلام كتير قوي ان هو بعيد عن المستوى، لكن الحمد لله الواحد لما بيرجع الحمد لله بيبقى قد الثقه، والجهاز الفني ادانا الثقه الحمد لله المباراه كلها، وكنت عندي حسن الظن يعني. طب فعلا زي ما بيقول بسام كده، سر احتفالك زي ما قلت لي بعد الهدف دي رساله بتوجهها لحد ولا ايه بالظبط؟ لا والله، بس يمكن انا افتكرته وانا ما كنت بتفرج عليه النهارده. انا من الناس اللي هم بيعجبني دماغه يعني. هو في الملعب ولا بره الملعب؟ مجنون شويه. انا بقول لك في الملعب ولا بره الملعب؟ لا هو لعب كويس، بس يمكن دماغه شويه هي اللي مبوظاه شويه، لكن انا كلاعب كوره انا بحبه طبعا. فيمكن افتكرت النهارده اتفرجت عليه فافتكرت الكوره دي، فعملت يعني الهدف ده. مبروك يا سيد. الله يبارك فيك. كابتن وائل جمعه، مبروك النهارده فوز النادي الاهلي. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. فوز غير النهارده النادي الاهلي، والفوز كان فيه سلاسه وكان فيه سهوله النهارده. يعني الحمد لله اللعيبه التزمت بالتعليمات اللي كابتن يوسف قالها كلها وكان في توفيق في التوقيت بتاع احراز الجول، فالحمد لله الماتش مشي سهل معانا. انت حسيت ان المباراه اتسهلت يا كابتن بعد الجون الثالث؟ بعد الشوط الثاني. بعد الجون الثالث. يعني ما نقولش ان ال10 دقائق الاولين اعطوا المباراه النادي الاهلي. 10 دقائق الاولين في المباراه؟ لا 2-0 طبعا، كان المباراه رايحه جايه، انما هم لما النتيجه وصلت عدت 3 خلاص بداوا يغامروا وفتحوا ورا، فجات لنا فرص اكتر. توقعت السيناريو ده للمباراه؟ لا ما حدش توقعه خالص طبعا، لان مباراتنا دايما مع انبي بتبقى صعبه ونتيجتها بتبقى قريبه جدا يعني. شكرا يا باشا. حراس المرمى، مبروك الفوز النهارده، بفوز غالي فعلا. والله الحمد لله نتيجه كبيره واداء كويس الحمد لله طوال المباراه، فبقول الحمد لله على الاداء والنتيجه، وبرضه الحمد لله على اداء شريف النهارده. الحمد لله بيواصل الحمد لله اداء طيب بقاله فتره كبيره الحمد لله. اتمنى يا رب ان شاء الله ان الشريف دايما يستمر على الاداء ده ويبقى ليه فرصه ان شاء الله مع منتخب مصر. اكيد في سر وراء حفاظ ما شاء الله، يعني حفاظ شريف على مستواه. والله بص، هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، واجتهاد وشغل واخلاص في العمل، ودايما بقول وباكد عليها يعني احنا بنشتغل بشكل كويس جدا ومخلصين في عملنا وفي شغلنا، والمنافسه اللي بينا ابو سعود وعادل والروح الحلوه والحب اللي بينا، فده عامل حاله كويسه قوي للشريف الحمد لله. شريف مستريح جدا، الناحيه النفسيه عنده الحمد لله فيها استقرار، الاداء الفني الحمد لله فيه استقرار، الاعلام بدا الحمد لله يبقى فيه كلام بشكل كويس، الجمهور بقى في ثقه من جمهور النادي الاهلي لشريف وجمهور مصر كله بشكل عام، فده اللي عامل الحاله اللي بقول لحضرتك عليها ده. والاساس صدقني والله توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، ثم الشوق. يعني دايما ربنا اللي بيدي اللي بيتعب واللي بيجتهد واللي بيخلص ربنا يوفقه، واعتقد الحمد لله ان احنا بنشتغل وبنخلص في عملنا، ودايما رب اللي بناخد بالاسباب، ودايما بنقول يا رب التوفيق، والحمد لله التوفيق معانا بقاله فتره. احمد، فوز غالي فنيا في الملعب، تكتيكيا اتعاملتوا ازاي مع فريق انبي؟ واضح ان انتوا كنتوا مذاكرين فريق انبي النهارده. الحمد لله يا حميده، مباراه مهمه جدا، مكسب كبير، اداء مميز، يعني الحمد لله اللعيبه النهارده كانت مركزه، بشكرهم من خلالك لانهم ادوا مباراه يعني كبيره جدا خلال الفتره الاخيره. يعني اعتقد ان مباراه انبي من احسن المباريات اللي لعبت خلال الفتره الاخيره. لعيبه ادوا يعني دور كبير جدا النهارده، كانوا مركزين من بدايه المباراه بتحرز هدفين. 2-0 في اول 15 دقيقه فرقوا اكيد. يعني فرقوا، بس انت كفرقه نازل مركز، وده بان في الاداء يعني. ولما جبت الجونين كنت مركز، وجبت لحد الجون الخامس زي ما انت قلت الحمد لله. احنا برضو كجهاز فني كنا مركزين جدا مع فريق انبي، واتفرجنا على ماتشات كتير، واللعيبه اتفرجت مع الجهاز الفني على مباريات، والحمد لله قدرنا يعني نشوف فريق انبي بيلعب ازاي. والكابتن طارق دايما بيعتمد على السرعات اللي عنده، بيلعب كرات دايما البينيه من ورا ومن نص الملعب لكهربا وعبد السلام وديفون، لانه عنده سرعات. الحمد لله كان في توجيهات من محمد يوسف لوائل وسعد والباكين عشان ازاي يتعاملوا مع الحاجات دي، والحمد لله كان في تركيز مهم جدا منهم. وبالاضافه يعني لكده بقى في توفيق ربنا، والحمد لله بيوفقك وبتقدر تجيب 5 جوان الحمد لله. شكرا. مبروك النهارده الفوز بنتيجه تقيله. الحمد لله بنشكر ربنا على الاداء والنتيجه، ونتمنى الفتره الجايه ان شاء الله نفس الاداء ونفس الحمد لله يعني الروح العاليه بتاعتنا، ونحقق نتائج احسن من كده ان شاء الله. اتكلمنا النهارده عن بركات بقى، وبنلعب النهارده جنبك باك يمين، ولكن بركات سنه 20 سنه النهارده. هو بركات مش النهارده بس، والله بركات على طول، لكن احنا في مصر عندنا الفكر مختلف شويه. اول ما اللاعب بيبتدي يكبر في السن ما بنبتدي نقيمه، لكن اهم حاجه انت بتقيم بالمجهود وبتقيم بالاداء، فدي اهم حاجه. اللعيب فبركات نجم كبير
ونجم كلنا بنتعلم منه جوه الملعب، سواء اداؤه وعطائه جوه الملعب بره الملعب. فالبركات لسه قدامه كتير في الملاعب، ربنا يديله الصحه. وطبعا ده يعني بالنسبه لنا احنا عشان احنا في التمرين وفي الماتشات ومعاه على طول، فمش ماشي. لا اعلانات، لا سفر بره، اتكلمتوا معاه؟ اتكلمتوا مع بركات؟ اتكلمنا معاه، لكن كل اللي بيصار ان هو ما فيش اي حاجه لسه ما اتخذش قرار، او هو ما خدش قرار او بيفكر في اي حاجه. لسه ما فيش اي حاجه بالنسبه له، ما فكرش في اي حاجه، ومركز في الفرقه ومع في الملعب، وهو لسه ما فكرش في اي حاجه يعني في الكلام ده كله. تعليمات محمد يوسف ايه كانت بين الشوطين، خاصه ان انت خلاص يعتبر خلصت الماتش في الشوط الاول؟ يعني نفس الشغل بتاعنا، نركز، نحاول الماتش لسه ما خلصش، نحافظ على النتيجه بتاعتنا، نحاول نزود اهداف اكتر عشان يمكن نحبط معنوياتهم شويه. فكان دي كل التعليمات، والحمد لله نزلنا نفذنا الشوط الثاني. انا اسف، هل في مشكله فعلا في عقود لعيبه النادي الاهلي، ولا العقود ماشيه؟ احنا بنتكلم في الماتش، فخلينا في الماتش احسن يعني. شكرا.